السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. نخش على موضوع الفيديو على طول. سؤال متهيألي مفيش اتنين مشجعين للنادي الاهلي هيختلفوا على اجابة السؤال ده. تمام. السؤال ده هيقودنا لنقطة، يعني عايز اللي هيشوف الفيديو يكمل للآخر ويوسع صدره ويستحملني كده ويعتبرها مناقشة أهلوية أهلوية أهلوية، ما فيهاش صراع، يعني فين أو مين منتصر أو خاسر. السؤال إيه هو أعظم ماتشين ممكن يلعبهم أي نادي في العالم؟ ده السؤال. أعظم ماتشين ممكن يلعبهم أي نادي في العالم بالظبط كده، هو إنك تواجه فريق زي ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم، من بعد ما قابلت بايرن ميونخ بطل أوروبا برضو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة رسمية في بطولة رسمية زي كأس العالم. تمام. وفي دور زي قبل النهائي اللي احنا عمالين نتكلم فيه. تمام. متفقين يا باشا؟ تمام. الماتشين هما الإجابة بقى، الماتشين هما، يعني الماتشين دول لو وصلت لهم بتبقى وصلت لهم ازاي؟ يعني الماتشين دول لو وصلت لهم ازاي؟ وصلت لهم كيف؟ عملت ايه عشان توصل للمباراتين دول يا كبير؟ هقول لك بتوصل لهم ازاي او وصل لهم النادي الاهلي ازاي. وصلت لهم بجون حسين الشحات في الدحيل القطري، وجول قفشه في سياتل ساندرز الامريكي. جونين هما اللي وصلونا نبقى وجه لوجه قصاد بايرن ميونخ مرة وقصاد ريال مدريد مرة تانية. ومن عالم يمكن ربنا يكرمنا قدام ريال مدريد ونقدر نصعد يا رب. بس هما مين الاتنين دول بقى؟ مين هما؟ حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه دول يا صاحبي اكتر اتنين بقى. ركز ركز ركز، انا مش هوصلك للكاميرا بس انت بقى ركز. دول يا صاحبي اكتر اتنين لعيبه اتمسح بيهم بلاط السوشيال ميديا، من فيسبوك وفيديوهات على صفحات وبيتجات ومنشورات على بيتجات تقطيع في اللعيبه وتويتات على تويتر. اكتر اتنين لعيب اتسف عليهم واتهانوا، اكتر اتنين لعيب ات... اتقلل منهم واتهضم حقهم، اكتر اتنين لعيب اتعمل فيهم اللي اتعمل، وكله تحت ستارة النقد. ده مش نقد، قلنا كذا مرة النقد للعيبة يكون نقد إيجابي، يعني أوصل له الكلام بس بطريقة اللي هو يحس على دمه ويحاول يطور من نفسه، مش بطريقة اللي هو تكسر مقاديفه وتحزنه من جواه وتكرهه في اللعبة وتكرهه في العيشة واللي عايشينها. هو لعيب بني آدم زيه زيك زيي زي أي بشر، يعني ده مش نقد. اكتر اتنين لعيبة اتجاب سيرتهم بالسوء بعيدا عن الكرة، اللي تعب في اهله واللي تعب في نيته وضميره واللي اتطالب في الاخر من اللي لعبوا فيهم دول اتطالب بطردهم وتسويحهم وتسريحهم. يا اخي سبحان الله، سبحان الله. يعني مع انهم اكتر اتنين لعيبة من بين لعيبة النادي الاهلي والجيل الحالي اللي مش من ناشئين النادي الاهلي.
بس اثبتوا انهم اهلاويه، يعني اثبتوا ان هم اهلاويه جدا جدا جدا، وقدموا تضحيات بره الملعب وجوه الملعب. بره الملعب ما ينكرهاش غير جاح، يعني قدموا تضحيات بره الملعب ما ينكرهاش غير بني ادم جاحد ما عندوش فكر ولا فهم كروي، اللي ساب فلوس الخليج مع العين الاماراتي، وده حسين الشحات، عشان خاطر الاهلي. واللي ساب فلوس الخليج مصر، ساب فلوس خليج مصر نادي بيراميدز، وما ادراك ما فلوس بيراميدز، والفلوس اللي عامله زي الرز وشكاير الفلوس في بيراميدز عشان الاهلي. وده محمد مجدي قفش، اكتر اتنين لعيبه ورونا امارات، امارات ودلالات بره وجوه الملعب، وشفنا منهم اللي يخلينا نصبر لو مستواهم اتهز، عشان ده بيكون وقتنا ناخد بإيد اللي واقع، ناخد بإيد اللي واقع وننصح المتخاذل، ننصح المتخاذل ونفوق النايم، ننصح المتخاذل ونفوق النايم. يا برنس يا بتاع السوشيال ميديا اللي بتبقى قاعد على صفحتك مستني اي لعيب يقع وتنزل تقطيع فيه، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، اللعيبه بشر، اللعيبه دول بشر زي وزي. وبعد ما نفوق النايم ونعدل المايل ونحمي اي لاعب عندنا من اي خطر، حتى لو الخطر ده من نفسه وغروره وكبريائه، يعني لو هتوصل بيا الحال ان انا احميك، احميك كلاعب من نفسك وغرورك وكبريائك، لان النفس اماره بالسوء والغرور والكبرياء بيأدوا لفشل اي لعيب لو وصل للمرحله دي. لازم اخد بايدك وانصحك وافوقك، وللمره المليون ما تجيبوهاش في الانتقادات يا باشا، ومحدش يقول كنا عايزينهم يبقوا احسن، عشان اللي بيحصل ده مش انتقاد، ده تقطيع، والغرض ما كانش انهم يبقوا احسن، اللي حصل كان تقطيع والغرض منه هو التطفيش. والله العظيم اللي فهمك كمشجع، اللي فهمك كمشجع ان نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي بدون ذكر اسامي، بدون ذكر اسامي في الجيل الذهبي كانوا بيلعبوا كل الماتشات بنفس المستوى العظيم ده، كذب عليك، كذب عليك. اسمع اللي بقولك عليه، اللي مفهمك ان الجيل الذهبي في النادي الاهلي، مش هذكر اسامي، لعيبه كلها كانت كبيره وادت وعملت وجابت بطولات وانجازات، انهم بيلعبوا بنفس المستوى العظيم ده وكان كل ماتشاتهم بلا استثناء مفيش غلطه، ضحك عليك مليون في المية. الجيل الذهبي اللي انت بتتباهى بيه ده، واللي كان مفكرك او ضحك عليك ومفهمك ان هما كان بيلعبوا ما بيغلطوش، لا والله كان طبيعي، كان بيجي عليهم اوقات تحصل لهم هزات في المستوى، يعني اتقل من اللي انت بتشوفه في الجيل الحالي، كانت بتجيلهم هزات في المستوى، ويعني مستواهم يقل ويجيلهم ضربات اسوأ من اللي بتتوجد في يعني في الجيل الحالي للنادي الاهلي. وكان في اخطاء بره وجوه الملعب، وكان بيتم تقويمهم عشان ما يغلطوش تاني، وكنا بنقف في ظهرهم، وكنا بنقف في ظهرهم عشان يستعيدوا مستواه. ده للجيل الذهبي. بالنسبة لك انت بقى دلوقتي كده زي الشاطر
على البيدج بتاعك، على الصفحه بتاعتك على الفيسبوك، على قناتك على اليوتيوب. لو انت عامل قناه بقى تقطيع في اللعيبه، لا انسى بقى، حرام. الناس دي بشر. هتقول لي بيقبضوا ملايين واحنا اللي بنصرف وبنتعب. محدش طلب منك تشجع كوره لو انت هتجيبها في النقطه دي. اللعيبه دي ما جاتش خدتك من ايديك كده وقالت لك تعالى شجعنا وشجع النادي ده واصرف فلوس واحنا عشان نقبض ملايين. لا هما بيجوا ياخدوا منك جنيه، ولا انت بتديهم جنيه، ولا هما بيدوك جنيه. شجع بالراحه، ما تعصبش نفسك، خليك هادي، خليك ايجابي. فريقك كسب 100 فل و10 ومبسوط. فريقك خسر، الكوره الكوره مكسب وخساره، ما تزعلش. المنظومه كلها بتاخد فلوس. انا مش هقلد ابراهيم فايق، لان كلنا عارفين ان ابراهيم فايق قال شبه الكلام اللي انا اقوله. انا هقول لك كلام شبه اللي هو قال. اللعيبه بتاخد فلوس، الجهاز الفني بياخد فلوس، مجلس الاداره بياخد فلوس، الحكام في المباراه بتاخد فلوس. يعني كل الناس بتاخد فلوس. وعلى راي ابراهيم فايق، متعشيه. لو الفريق اتغلب وانت اللي تعبت، مش هيحسوا بيه. شجع وخلي انتمائك لفريقك. فاز، تمام. خسر، الكرة مكسب وخسارة. خسر، الكرة مكسب وخسارة. ولحد كده يكون انتهى فيديو النهاردة، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.